فيلمنا بيبدأ مع مشاهد عسلية قرر انه يدوس لايك وشير، وده طبعا من حبه للخير. خليك معايا للنهاية عشان تفهم الحكاية. فيلمنا بيبدأ مع ايدي وهو بيحاول ينتحر من بلكونته، وفي نفس اللحظة بيشوف جيرانه بيتقتلوا قدامه ولسه يرمي نفسه فبيشاور عقله. وبنرجع فلاش باك يا زميلي في حياته عشان يفهمنا اللي حصل معاه. ايدي زمان كان مجرد كاتب فاشل ودايما مقضيها في البار، وكان بيحاول الف كتاب، لكن كل ما يجي يكتب يلاقي نفسه شوية داخل الحمام ومزنوق، وشوية بيلعب كورة، شوية كمان جعان. بيفكرني بالواد ابن خالتي شبهه كده، وبيفضل على الحال ده شهور بحالها ومفيش جديد. وبنقابل ليندي وبنعرف انها خطيبته وبتصرف عليه ومديره علاقاته ومروقه عليها الاخر، حاجه كده زي هديه القدر ليه. وباين على ليندي يا زميلي انه فاض بيها وعايزه تخلع بالشياكه من الواد ايدي، وبتقول له انت مالكش في حوار الجواز ده، انت كنت متجوز قبل كده والحوار ما نفعش معاك. ايه الجديد بقى؟ ايدي بياكد لها ان الجديد شديد، وطبعا من اول يناير هبطل سجاير، ومش بس كده ده كمان يومين بس هكتب 90 صفحه. فده قابلني بتقول له انا عندي شغل وتخلع منه. ايدي بيتمشى كده وزعلان، وبالصدفه بيقابل الواد فوفا اخو طليقته، وبياخدوا على المطعم بيشربوا قهوه. فوفا بيعرض عليه كده قرص مخدرات لسه ما نزلش السوق، بيقولوا ده يخليك رهوان رهوان. طبعا ايه ده الحفظ مال وجه كده بيرفض، يقول له بص انا ماليش في الكلام ده. لكن فوفا بياكد له انه مش هيضره، الحبه دي ثمنها بس $800 يا زميلي، وخد يا عم كمان الكارنيه ده خليه العوز. طبعا ده نوت ايدي بتخليه يوافق، وبياخد الحبايه في جيبه وبيروح. وقبل ما يدخل البيت بيضرب الحبايه وبيطلع على السلم، بيقابل مرات صاحب المكان وعايزه منه ايجار الشهور اللي عدت. فجاه مفعول الحبايه بيشتغل بقى. الحبايه اللي ضربها مش الحبايه اللي في مخك يا زميلي، ها اتاري نوع البرشام ده ايه بيخليه يتحكم في 100% من مخه، حته كده من فيلم لوسي يا صاحبي. فهو بيكتشف انها في كليه حقوق وانها زعلانه بسبب البحث بتاعها اللي مش عارفه تعمله خالص. كل ده عرفه لما بص لعنوان الكتاب اللي معاها بس. الله وقعد معاها نصايه كده يعمل ايه كمان، وبياكل بعدها حلاوه وبيعمل معاها البحث ها بيطلع لشقته اللي بيلاقيها كوم زباله وبينفضها ويرتبها، وبعدها بيلاقي اللابتوب قدامه ومش كاتب ولا حرف في الكتاب بتاعه اللي هيسلمه خلال ايام. هوب دبل كيك بيلاقي نفسه بيكتب لوحده على الجهاز اللي هو قنبله معلومات انفجرت في دماغه يا صاحبي. بينام بيصحى يلاقي نفسه رجع فاشل تاني، لكن في حاجه مختلفه المره دي، مش البت جارته، لا الكتاب اللي عمله امبارح. وبياخدوا الكتاب وبيطلع على المكتبه اللي دفع له فلوس مقابل النشر. طبعا مديره المكتبه مش مصدقه الحوار الفاشل ده. ايدي بيقترح عليها انها تقرا 3 صفحات بس منه، لو ما عجبهاش ما تطبعوش، وبياكد لها ان هو اللي كاتب الكتاب ده بايده. ايدي بيروح للسكن وبيتفاجئ من المديره وهي بعتت له 20 رساله وانها مش قادره تبطل قرايه من حلاوه التاليف. امال ايدي بقى بيتجنن وبيطلع كارنيه الواد فوفا وبيروح للعنوان اللي فيه، وبيلاقي فوفا واحد واقع فيه مديله كشافين على عينه. ايدي طبعا بيطلب منه برشام تاني من الصنف اللي اخده قبل كده لانه بيخليه ذكي جدا. فوفا بقى بياكد له ان المخدر ده اسمه انزي تي، ولو عايز منه انزل هات لي عامل بدله من المغسله وبالمره الفطار معاك وانت جاي، وروق عليها بكوبايه قهوه. طبعا ايدي لانه مدلدل فبيوافق وبينزل يجيب البدله والفطار، وبيرجع بيلاقي الباب مرجع والواد فوفا واخد طلقه في مخه والشقه كلها مقلوبه. فبيتخض وبيعيط وبيرن على البوليس عشان يلحقه، والبوليس طبعا بيتاخر حوالي نصايه. في الوقت ده ايدي جات له فكره عبقريه انه يدور على الحبايه بتاعته على البوليس ما يجي، وبيدور وبيلاقيها جوه البوتاجاز، كيس كبير جدا مليان بيخبيه ورا ظهره. البوليس بيجي وبياخدوا ايده وبيستوعبوه في المكتب، وبيقول لهم انه ما يعرفش حاجه، انا نزلت اجيب فطار طلعت لقيته ميت يا جدعان، وبيسيبوه غلابه قوي يا خال. وايدي بيضرب قرص واحد كل يوم بس، وبيبقى ذكي جدا وبيعمل حاجات اول مره في حياته يعملها، سواء نلعب بيانو في 3 ايام، يتكلم اي لغه في العالم، بقى بيعرف كل حاجه عن كل حاجه. وبيتعرف طبعا على مجموعه جديده من اصدقائه، منهم اللي شغال في البورصه وبيطلب منه يساعده في شغله، ومنهم اللي بياخده يفسحه في اماكن هو اول مره يروحها. وهنا ايدي بتجيله فكره عبقريه، انا ليه ما بقاش غني فشخوله كده. فبيقرر انه يلعب في البورصه المحليه ومش معاه غير $800 والحبايه بتاعته، يرفع الحبايه من هنا يكسب من هنا، حاجه كده زي حبايه الحظ يا صاحبي. وبيكسب $8000 في يومين بس، ومش عاجبه الكلام ده وعايز تاني في يومين يا مفتري، ومش عاجبه ومش هينفع يروح البنك، فبيروح يستلف من تساهيل فرع نيويورك من قابل رامبو شكله غامض كده سيكا، هو ده الممول. وايدي بيطلب منه $100000. تاني يوم بقى بيقابله في جنينه الشارع، بيحذر ايدي انه لو ما جابش الفلوس دي في ميعادها هفشخك. الحاج ايدي بياخد بعضه والفلوس وبيروح البورصه وبيشتري بيهم شويه شركات قربت تفلس، والكل بيقول عليه مجنون بالسبب ده. لكن المفاجاه بعد اسبوع بس بيبقى في حسابه الشخص $2 مليون، 2 مليون، وبيرجع يقابل البنت اللي كانت خطيبته. وطبعا معدل ذكائه الحالي ده بيقدر ياكل بعلها حلاوه، وهي بتقع في حبه من تاني. وصاحبه بقى يبقى مدبر له مقابله مع بيزنس مان كبير واسمه فان لون، وبيحضر المقابله وهو مجهز حاله وبدلته وبرشامته. امال انا في النظام ما عنديش امر حميني. طبعا بيقابل الراجل الكبير وبياكل بعله حلاوه زي خطيبته. مش بس كده، الراجل بيزهل بيه جدا لدرجه انه بياخد رايه في موضوع حساس، وهو انه هيدمج شركاته مع شركات منافس ليه، واحد اسمه هانك، وبيديه شويه ملفات يدرسها. طبعا عايز ايدي يبقى في الفريق المميز بتاعه، وايدي طبعا بيوافق. لكن ايدي يا زميلي بينزل من العربيه عشان يطلع الشقه، فجاه بيلاقي نفسه وسط البلد في النهار، بيتمشى سيكا كده يلاقي نفسه في المترو بالليل، يعمل خناقه مع شله كده يضربهم كلهم وهو مش عارف ايه اللي بيحصل يا جدعان، يتمشى شويه كمان يلاقي نفسه فوق الكوبري اخر الدنيا. ايدي بيروح للشقه وبينام. بيصحى بقى بيفتح الملفات بتاع الشغل اللي بتبقى كانه طفل بيذاكر فيزياء نوويه، بيدور في البرطمان على الحبايه، لكن بيتفاجئ ما يلاقيش ولا حبايه فيه لانهم خلصوا. صاحبه بيرن عليه بيقول له يلا علشان مستنيك في الشركه، وبيروح للمقابله، لكن المره دي من غير روقان ولا برشام ولا اي حاجه. بيبقى مش سامع الحوار بتاع القعده لانه شاف صوره واحده على الشاشه كان سهران معاها امبارح واتقتلت. طبعا هو بيشك في نفسه انه قتلها، لكن هو مش فاكر اي حاجه خالص عن اليوم ده، واليوم كله
كله ممسوح باستيكه وبيسيبه في نص القعده وبيخرج. بيبقى ظاهر عليه ان هو مريض جدا لدرجه ان هو بيرجع وكمان مصدع جدا. بيروح للشقه بتاعته يا زميلي، بيتكلم مع ميليسيا طليقته، بيطلب منها ان هو يتقابل معاها وبيقابلها في مطعم بره وشكلها كده كانها عجوزه جدا رغم ان سنها صغير. وبنفهم من كلامها ان اخذت من الصنف ده هي كمان. ولما بقت ذكيه جدا عرضوا عليها وظيفه مديرها لكن هي رفضت ده وبطلت حتى تاخد البرشام مره واحده كده. طبعا اللي بيبطل الحاجه دي بيبقى حالتها زي حالته كده، ترجيع وصداع في الاول، بعدها عقلها مش هيبقى مجمع حاجه خالص، بتدخل في زهايمر كبير جدا يا زميلي. وبتنصحه انه يقلل بالتدريج مش مره واحده لانه لو عمل كده هيموت وتسيبه تمشي. وايدي وهو مروح بيقابل الواد رامبو اللي بيطلب منه فلوس يا اما يقول الشهاده عشان يقتله. ايدي بيحاول انه يضرب الحبايه قدامه لكن رامبو بيخطفها منه وبيبلبعها من غير ما يعرف نوعها ايه. وايدي بياخده بيروح البنك عشان يجيب له فلوس وبعدها بيروح العياده عند خطيبته بيعرفها انه مدمن على نوع معين من البرشام ولازم تروح تجيبه له حالا علشان شكله فاصل خالص والشقه عنده ما فيهاش لانها خلص اللي في الشقه عنده. هو شايل كيس تاني احتياطي في البيت عندها. هي بتسمع كلامه وبتروح تجيب له البرشام من شقتها لكن وهي في التاكسي وهي راجعه بتلاقي راجل بيقابلها وبيفتح باب التاكسي وعايز يخطفها وبتجري منه على الجنينه وبتتحامى في جوز رجاله في سكتها لكن الراجل اللي بيبقى معاه سكينه ويضربهم ولا اي اندهاش كده وبتستخبى منه وبتتصل بايده وهي مستخبيه وبتقول له دبستني وهتموتني يا ابن الجزمه، الله ما اشوفك هتطلع كل البلاوي على عين امك. لكن ايدي بيهديها وبيقنعها علشان تضرب البرشام من الكيس لانها بتثق فيه كالعاده. بتضرب الحبايه وفجاه البنت كانها بتشوف كل حاجه في كل حاجه في وقت واحد وبتلاقي نفسها سكه وسط الليله اللي هي فيها دي وبتضرب الراجل كمان اللي بيجري وراها بجزمه كده على وشه وتعلم عليه وبتنجح انها تهرب منه. وايدي بيضرب البرشامه اول ما بيشوفها وبيحلف لها بشرفه انها مش هتتعرض للموقف ده تاني. امال وبنشوف ايدي يا زميلي هو والواد رامبو اللي بيهددوا بالقتل لو ما جابلوش البرشام ده على طول. ايدي بيحايلوا كده بيديله كل مدى كده حبيتين ثلاثه وبيروح لعين نفسه بقى جوز بادي جاردات. بعد شهرين من تعاطي المخدر ده بيبقى مدير مجلس اداره الشركه وكمان عمل لنفسه معمل خاص بينتج البرشام ده ليه هو بس وبيشتري شقه كبيره ب 80 مليون دولار والحياه بتبقى زبادي في الخلاط. وبنعرف من مرات الراجل اللي هيدمجوا الشركات معاه انهم لازم يخلوا الموضوع الدمج ده سري جدا. وكمان بنكتشف يا زميلي ان السواق بتاعها هو نفس الراجل اللي كان يقتل خطيبه ايدي في التاكسي عشان عايز البرشام للراجل مديره اللي بيموت نتيجه انه ما عندوش البرشام ده تاني. الشرطه بتبعت لايدي استجواب في محضر اشتباه في قتل البنت اللي كان سهران معاها وبيطلبوا منه انه يقلع جاكيته ويقف في طابور العرض علشان الشهاده تعرف عليه. لكن المحامي بتاعه بيجيب ناس في نفس مواصفاته وجسمه وشكله وبيعرضهم معاه وبيطلعها منه براءه. وايدي بيروح للشركه يا زميلي وبيلاقي موضوع الدمج بتاعه متسرب بالاخبار وطبعا كده الموضوع اتلغى. وايدي بيدخل الحمام عشان يضرب البرشامه ومش بيلاقي الكيس اللي مخبيه في الجاكيته وبيجي له صندوق بريد في اللحظه دي بيفتحه من غير ما صاحبه يشوف ايه اللي جواه وبيلاقي ايدين البودي جاردات بتوعه جوه الصندوق. فبياخد الصندوق وبيجري على الشقه وبيلاقي ان المحامي بتاعه هو اللي اخذ الكيس بتاعه من الجاكيت وهو اللي سرب الاخبار كمان بره. وفجاه الواد رامبو اللي كان بيديله البرشام جاي وعايز ياخد كرتونه كامله من البرشام، فاكر نفسه بيعمل طلبيه من مصنع ابن الجزمه ده وبيضرب له الكاميرات وكمان بيجيب منشار كهرباء عشان يقطع الباب الحديد. وهنا بقى ايه الحاج ايدي بيقرر انه ينحي بنفسه وانه هيرمي نفسه من فوق البرج. فجاه بيفتكر انه ممكن يلاقي حبايه مستخبيه كده جوه البرطمان هي بس اللي ممكن تنقذ الموقف ده. فعلا بيرجع ويفتح البرطمان وبيلاقي حبايه وحيده جواه ولسه هيضربها يا زميلي لكن الواد رامبو بيكسر الباب وبيخضه فالبرشامه بتقع منه وتضيع وبيضربوه ويقعدوه على الكرسي لغايه ما الرجاله تقلب في الشقه على الكيس. الواد رامبو يا زميلي بقى بياخد البرشامه عن طريق الحقنه وبيضرب لنفسه بالحقنه قدام ايدي وايدي بيمسك سكينه في ايده كده في الخباث. الواد رامبو بيمسك سكينه وبيهدده كده يقول له انا هقتلك وهفتح بطنك وهخليك بص هتاكل كبدك دلوقتي. لكن ايدي بيفاجئه وبيضربه بالسكينه في قلبه والرجاله مش واخدين بالهم انهم بيدوروا في الشقه ورامبو بيقع على الارض يا زميلي وساح في دمه وجنبيه ايدي اللي مش عارف يعمل ايه. وفجاه ايدي بيفتكر ان رامبو لسه ضرب الحقنه دلوقتي وبيشرب من دمه حرفيا عشان البرشامه تشتغل معاه وبتشتغل لدرجه انه ضرب اول واحد على عينه وبيعميه والتاني زميله بيضربه بالنار وبيخلع منهم بمعجزه. ايدي بقى بيروح للراجل السواق بتاع منافسه وبيقول له ان المحامي اخذ الكيس بتاع البرشام لنفسه وعشان كده مديرك مات. فبيكتف المحامي وبياخد الكيس منه وبيمشي. وبعدها ب6 شهور بنلاقي ايدي عامل ضجه كبيره جدا لانه نازل انتخابات المجلس وشكله كده واخدها باكتساح. وايدي بيبقى معاه مقابله مهمه في المكتب اللي بنلاقيه مديره السابق في الشركه فان مور، فاكره يا زميلي، واللي بيقول له انه ساب المجال القديم واشترى اكبر شركه ادويه في امريكا كلها ومن الاخر كده الشركه دي هي اللي بتنتج البرشام بتاعك يا عم ايدي وهندي لك من البرشام ده للابد من غير فلوس خالص. وايدي بيقول له طلباتك يا عم الناس. فمورا بيطلب دعم ايدي في المجلس وبكره وبعده لما يكبر الطلبات والدعم هيكبروا سيكا وكمان قفلنا لك المعمل بتاعك الصبح. فايدي بينفض له ويقول له عندها الكلام ده يا عم فين مش على ايدي. بص يا عم فنموره من الاخر كده سكه ودغري، لو على المعمل انا ممكن يبقى عندي 3 او 4 معامل غيره عادي يعني. انا بطلت اخد البرشام ده خالص اللي انت ما تعرفوش وقدرت اطلع منه الماده اللي بتخليني ذكي جدا ومفعوله كمان يبقى للابد. يعني بالبلدي كده يا صاحبي اكبر مفخلك اركبه وانصحك ما تقفش ضدي علشان هفشخك. فالراجل بيقتنع ويسيبوه ويمشي. وايدي بعدها بيقابل خطيبته وبيتعشى معاها وبكده يكون قضى على كل المشاكل اللي في حياته يا صاحبي. وبنوصل لنهايه فيلمنا النهارده. ما تنساش تسمعني رايك في الكومنتات. سلام.